أنا من الجيل يلي بيعرف شو يعني فوازير. مو أي فوازير، فوازير نيلي وشريهان. نحن ليه بنحب هاي الفوازير؟ لأنها أشبعت وأرضت خيالنا خاصة كأطفال من استعراضات وصور وألوان مع نيلي الشقرة وشريهان السمرة. يا حنن يا حنن، بصلا عسلا. وطبعا نيلي كانت السباقة، أو نيلي أرتين كاليفيان، مواليد 3 كانون الثاني يناير 1949. قدمت نيلي مجموعة فوازير وبشكل سنوي من عام 1975 حتى عام 1981. بعام 1975 مع فوازير صورة وفزورة، بعام 76 فوازير صورة وفزورتين، بال77 صورة و3 فوازير، و78 صورة و30 فزورة، بعام 79 فوازير التنبوكة، بعام 80 فوازير عروستي، وبعام 81 فوازير الخطبة. انتش قرب انتش وقري. ما عم يسمع لا باسمه الحقيقي ولا باسمه الأدبي. نيلي، شريهان، ترارام ترام، فطوطة، تنبوكا، عطوطة، سندباد، ياسمينة. رجع لأصله. انقطعت نيلي ما بين عامي 1982 و 1989، وبهالفترة طلعت عدة فوازير وخاصة فوازير شريهان، لترجع بعام 1990 بفوازير عالم وراء، وبعام 91 مع فوازير صندوق الدنيا، وبعام 92 مع فوازير أم العريف، والدنيا لعبة بعام 95، وزي النهاردة 96، وكانت آخر فوازير بتقدمها نيلي. نيلز يختش لابق. وهيك بتكون قدمت نيلي 12 نسخة من الفوازير. أما شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني، مواليد 6 كانون الأول ديسمبر 1964، بمسيرتها 6 نسخ من الفوازير. أولها كان عام 1985 ألف ليلة وليلة عروس البحور، 86 فوازير مؤلفة من قسمين، ألف ليلة وليلة وردشان وماندو، والقسم الثاني هو فوازير الأمثال. بعام 87 فوازير حول العالم، 88 أيضا ألف ليلة وليلة كريمة وحليمة وفاطمة. حلقة فوازير ما اختلفنا. بس ما أنا جايبك مهرج البلاط. شوكولا محشي برتقان، شوكولا محشي برتقان، شو مشان سكالوب محشي تمر. تعال 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 تعال. لا كتير شاطر، عايش لدور قيصر، وهذا اللي طلع معك. طبعا توقفت شريهان بعد عام 88 بسبب الحادث، لتعود بعام 93 مع فوازير حاجات ومحتاجات، آخر فوازير بتقدمها شريهان. ترارام ترام، أومونديه، حوطك بجناح عطاطيله. خلصت الحلقة، ما تخلص روحك. باي طيل، نشوفكم بعد يومين. بس قبله، أي فوازير بتفضلوا نيلي أو شريهان؟ اكتبوا لي بالتعليقات. عالسريع 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 عالسريع